السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة، ولو أول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. هنعمل النهاردة إن شاء الله مع بعضينا تورتة مانجا نص مانجا. وبما إن المانجا طلعت بقى لازم نحتفل بيها، عشان المانجا دي بصراحة حبيبتي حبيبتي روحي المانجا دي، فلازم بقى نعملها احتفالية كده على قدها. هنحط في العجان 4 بيضات، وهنحط عليهم نص كوباية سكر، ونحط عليهم معلقة محسن جل ومعلقة خل كبيرة، ونبدأ نحضر المقادير البودر. نحط كوباية ونص من الدقيق على معلقتين من النشا، عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة، وتبدأي بقى ايه تخلطيهم مع بعضيهم بعد ما تنخليهم بالمعلقة كده، بحيث ان كل المكونات تتداخل في بعضها. بصراحة يا جماعة موسم المانجا ده بقى مش عايزة اقول لكم قمة في الجمال. بس بصراحة المانجا السنة دي بسم الله ما شاء الله عالية جدا فوق الوصف، بس الواحد ما يقدرش يفوتها بقى كده من غير ما يعمل بيها اي حاجة. يعني الست بتوحشنا من السنة للسنة، فلازم نعمل لها حاجة كده يعني تليق بمقامها. هنا كده الفوليوم عالي. هنحط بقى نص كوباية المية، وننزل بالخليط يا جماعة واحدة واحدة، مش عايزين ننزل بيه مرة واحدة. وكوني العجان على اقل درجة عشان تتأكدي ان هو اقل درجة. لو مش هتعرفي او هتنسي او مش هتاخدي بالك، تعملي ايه بقى؟ تقفليه وتشغليه معلقة معلقة لحد ما يتجانس. طبعا انت في الوقت ده بتبقي مشغله الفرن ومولعاه شويه، بتاع مثلا هنقول 5 دقايق، مش هنكتر عن 5 دقايق عشان ما تقوليش يعني 10 دقايق كتير. نقول يا ستي 5 ل8 أو 7 دقايق. اهو طلع كده الخليط خلاص. نبدأ بقى نقلبه من تحت لفوق بالراحة، علشان خاطر ايه؟ لو في اي نقطة دقيق ولا فتفوت الدقيق يبدأ ايه يتجانس مع بعضه. هنحط بقى كده ايه حبة كانوا في الكفة، انا شلتهم بالفرشة زي ما انت ما شايفة كده، وحطيتهم في الحلة من تحت عشان الورقة تلزق. اهو بص الخليط جميل ازاي ما شاء الله عليه. شوفوا بقى انا مش هخلي في الحلة، بصوا انا بوريكم اهو، مش هخلي فتفوتة، هحلفه على المصحف مش هخلي فتفوتة، عشان ده قلنا قبل كده يا جماعة ان ده مقدار لازم تلتزمي بيه. بصي حلة العجان ما فيهاش. تبداي بقى تسويها بسباتيولا او بالاستيكه بتاعتي او بخله او بشيش طاووق، شوفي انت هتعرفي تعمليها بايه واعمليها. اهو زي ما انت ما شايفه كده، انا عملت لكم دي عشان اللي عايز يعمل كده يعمل، واللي عايز يعمل كده يعمل. وهتحطيها على درجه حراره 180 لمده نص ساعه او ساعه الا ربع حسب فرنك. بس العلو ده هياخد يا جماعه ساعه الا ربع، هو بالظبط ساعه الا ربع. النص ساعه دي لما بيبقى الخليط في الصينيه اللي هي ايه 26 الكبيره. الوش بتاعها بقى انا بذكاء الخارق حطيته في الفرن الكهربائي. انا ظبطت التايمر فشويه ولقيته ايه قالتين، بس ما خدتش بالي من صوت الجرس، اتاري وقف. فالمهم انا دخلت بعدها بشويه لقيت الفرن بدأ يهدى. قلت يا نهار ابيض ده التايمر خلص. رحت انا ايه راجعه مشغلاه، قلت ايه اخليه على اسرع حاجه، يعني يبقى على 250 يا دوبك بس الفرن يسخن، وارجع اقلل درجه الحراره على 180 تاني. نسيته بقى على 250. جيت لقيت لكم الوش زي ما انتم ما شايفينه كده، وجبنا المطافي، والمطافي دخلت طفت وكانت مهرجان. شيلنا بقى الوش ده قلنا خلاص مش مشكله. بصوا بقى هقطعه لكم المره دي على مقاس 8، يديكي بقى ايه الثلاث طبقات اللي انت شايفاها دي. اهو بصي اول طبقه دي، خدوا بالكم الكيك ده ملحقش يبرد قوي، يا دوبك انا يعني الاسبونش عملته ساعتين بالظبط او 3 ساعات واشتغلت فيه، لان التورته دي ما يعني مش لحد التورته دي لحد من حبايبي هديه يعني. فطبعا انا ايه قلت ايه عايزاها مستعجله، وهوريكم دلوقتي علبه بنقلها فيها. العلبه دي جات لي هديه بصراحه يا جماعه، بتنفعني فوق الوصف لما اكون بودي فيها لاي حد من حبايبي. بصوا ولا خبطه، انا ما اعرفش جابوا العلبه دي منين. اهي بصوا انا جبت اللي هي للاسف ما كانش عندي اللي هو القاعده الذهبيه. القاعده الذهبيه دي جميله جدا جدا جدا، لما بتيجي تشيلي التورته بعد ما بتجلسيها ما بتتحركش من مكانها. دي بقى حزينه في حاجه، ان انت لما بتيجي تشيليها مش مدياكي سمك ولا تقل تحت. انا كده لزقتها لكم زي ما بلزقها عشان خاطر ما تقعش وما تروحش يمين وشمال، بدل ما الزقها بالكريمه بتلخفن الدنيا، فبحط لها لزقه صغنونه كده تحت. بحطها بصراحه مش حلوه. المفروض بقى انا بذكائي كنت عملت ايه، بس هي عدت عليا مش مشكله، فانا هقول لكم بقى عشان ما تعديش عليكم انتوا. لما جيت اشيلها من تحت الكريمه طبعا، وانا بحشي في المطبخ، طبعا انتوا عارفين ان احنا قاعدين في فرن يعني درجه بسم الله ما شاء الله عاليه فوق الوصف. شلتها بدأت الكريمه في جنبي كده راحت مالت. لما جيت احط عليها
المانجا كانت مايله، بس انا في اخر الفيديو خالص هتشوفوها في الصوره من بره، فضلت ازقها بايدي يمين وشمال يمين وشمال لحد ما بدات اظبط في الحروف من بره كده والجناب. ميه الساقعه يا جماعه، معلش كل شويه هتقوليش بغني، قاعده في الاوبرا كل شويه كح، بس هعمل ايه والله، الميه الساقعه دي صعبه، الواحد يقول مش هيشرب ميه ساقعه، بس برضو الحر اللي فينا ده بيخلي الواحد مش قادر. فانا لما شلتها بدات ان هي ايه، جزء كده من الجنب اللي انتوا هتشوفوه بعد شويه ده طلع لبره اللي هو بتاع المانجا، فبقى فيها ميل، فسبتها تسقع شويه، وبعد ما رصيت المانجا عليها رحت قعدت ازق فيها بايدي ازق فيها بايدي لحد ما بدات تتظبط. في اخر الفيديو هتشوفوها ان شاء الله مظبوطه شويه. وفي الصوره اللي بره اللي هي بتاعت الفيديو دي انا بعد ما ظبطتها، بس طبعا ما كنتش صورتها، قعدت اظبط فيها يمين وشمال لحد ما خليتها مظبوطه ان شاء الله. بصوا بقى الجزء بقى اللي على الوش ده اهو كان مفتفت، دي السي في الوسط على طول، على طول يا بهيه، دي السي في الوسط على طول، مش هيبان اي حاجه كده ولا كده، نقدر نعالجها في النص كده وخليها تستخبى بين اخواتها كده، يستروا عليها، يستروا عليهم والنبي، يستروا عليها والنبي، اهو دخلت في النص وداريناها. هنحط بعد كده اللي هي القطعه الاخيره ديت من فوق، مش هتبان، تسقي بسيرب ما بين كل طبقه وطبقه، وبعدين تحطي بقى ايه الكريم عليها. عايزه تحشي من جوه مانجا تبقى يا سيدي يا سيدي جمال كله، بس انا للاسف ما كانش عندي الا المانجتين دول، فاضطريت بقى ان انا ايه، قلت إيه عشان يكفوني من بره. على فكره هم فاضوا، بس انا لما عملتها ما عرفتش ان هي هتفيض، انا قلت اعمل الاول اللي بره اصلا احشي جوه واجي اعمل بره ما الاقيش، فانا بصرف نفسي بقى، وكلنا عامه يعني كده. بقى انا خدت كريمه تاني عشان بقى اجلسها من بره. اهو بصوا يا كتاكيتي، اي حد عايز حاجه يا بطوطه يكتب لي في الكومنتات وانا تحت امره. ولو وصلتي لحد هنا يا نوسه يا لوزه يا بطوطه يا قطقوطه اوعي تنسي، وليه بقى انتوا كل مره تفكرينا، طب هعمل ايه يعني، انتوا بتنسوا طب هعمل ايه، ما انتوا زي حالاتي برضو. اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب، تنسيش يا لوزه، اوعي تنسي. اهو بصوا قفلنا عليها من الجناب من كل ناحيه كده، ونبدا نجلس بقى. الكريمه هنا بقى كانت فيها حاجه رخمه هتاخدوا بالكم منها، وممكن وانتوا بتتفرجوا عشان لو مش شايفينها كويس تكبروا الشاشه بتاعت التليفون هتشوفوها وتاخدوا بالكم منها. الكريمه بصوا تحس ان هي ايه، مخرزه فيها فقاقيع كده، تحسي فيها فراغات، شايفه عامله ازاي. انا تقلتها قوي، تقلتها بغباوه، لاني انا ببقى واقفه كل شويه تسيح، اقوم حاطه لها شويه في قلب العجان واضربها واشتغل كل شويه، فقلت لا انا اعملها من الاول لاخر تقيله، بس عذبتني برضو. هتقولي طيب ما انت تقلتيها اهو زي ما انت ما عايزه، ماشي، بس برضو رخمه هي، سبحان الله كل حاجه ربنا عملها خير الامور الوسط في كل حاجه. بس المطابخ بتاعتنا يا جماعه بتبقى حر، مجرد ما يعني ما بشيل، بص انا لحد دلوقتي كده ما دخلتهاش التلاجة، انا كده سايباها على الرخامه زي ما هي. المفروض انا بذكائي بقى على ما كنت قشرت المانجا كنت عملت ايه، كنت دخلتها التلاجة كانت مسكت شويه. لما اجي اشيلها بقى القاعده اللي تحت دي خفيفه ميه مش زي التانية، التانية ناشفه، كنت انا حطيت تحتيها على الاقل قاعده ناشفه تحتيها كمان، وبعد ما اخلص ابقى احطها. بس انا للاسف ما كانش عندي اعداد غير الاعداد دي، يعني خلاص خلص اللي هو الذهبي والفضي خلصوا، كنت حطيت دي اللي هي القرمه، ما انا حطيتها في الاخر بقى بعد ما اكتشفت الوكسه دي، رحت حطيتها في الاخر. بصوا بقى هنقطع شرايح التفاح، والسكينه ديت رخمه، عايزه ابقى سنهم، عماله بص بقيت عماله ابدل على السكاكين اشتغل بيها، راحه جايه راحه جاية. ما لا دي راضيه تشتغل ولا دي راضيه تشتغل. بصوا الجنب اللي هو بتاع المانجا تحس ان هي ايه كرشت كده، زي ما تكون كانت صايمه وكلت وشبعت ومش قادره تتحرك من مكانها اهي. بص عامله ازاي، عامله كرش كده من الجنب. الاجزاء اللي تحت دي بقى يا كتاكيتي، انا هجيب مانجا هقطعها سبعات والزقها تحت كده بطريقه ما تبانش ان هي اصلا متكمله. بصوا احنا ايه عاملينها ازاي، هتشوفيها دلوقتي. خليتها من تحت مش باينه، كل الفراغات دي كلها انا داريتها ما خليت لهاش ولا فتفوته باينه. بصوا دوت برقوق برضو ايه، هتقطعيه كده برضو دواير كده تبداي ترصيه مع التفاح مع المانجا. الطبقه الاولانيه تفاح والتانيه برقوق والتالتة على النعمه انا ما شايفاها هي دي ايه، مبينها مانجا. مانجا اه مانجا.
دي مانجا. وبعد كده رحت حاطه الكريز بقى زي ما انتم ما شايفين كده. مفيش فراوله بقى، كنت عايزه احط لها فراوله، حتى قلت حتى لو اجيب من سوبر ماركت جنبينا برضو ما عندوش فراوله. فقلت خلاص بقى. بصوا بقى ده جناش، حاطه له مكسرات، اي نوع مكسرات عندك حطيه اهو. بصوا بقى الجنب ده، وبصوا الجنب ده، بص ده عامل ازاي، دي كرشت ازاي من الجنب ده. يعني بص كده الشوكولاته من هنا عاليه، الجنب التاني ده مكرش، عشان لما نزلت كده من ايدي وهبطت راحت الكريمه يعني ضغطت فطلعت ما بين الحشوات. انا كنت ببقى حاطه من كل رق ورق حبه، طلعت بقى ما بين ايه، ما بين الاسبونج. انا بقى مع الوقت كده هدخلها الفريزر وافضل ازق فيها اهو. بص كده كمان عدلت فيها شويه. في اخر الفيديو خالص ان شاء الله تلاقوها معدوله. وفي الصوره اللي بره اللي انا حطاها فضلت ادوس عليها ادوس عليها، ضيعت التكريشه دي خالص، عملت لها رجيم من الاخر، عشان عيب نطلع مفشكلين كده قدام الناس يقولوا علينا ايه، ما بنفهمش في الاتيكيت. اه بصوا بقى ده جيلي التلميع، جيلي التلميع ده يا جماعه ضروري. ده بارد، ده جيلي شفاف، وانا ايه حطيته كده عليها دوت بارد. انتوا عايزين تحطوه سخن حطوه سخن، ده ماشي وده ماشي، مع ان انا بحبش الباردين يعني، بس زي بعضه هنعمل ايه، بينفعونا البلاس البارده دي اهو. بصوا بقى كده ما خليناش. ده بقى الجيلي بتاع اللي هو الفراوله، ده حطيته كانه كريز، شايفينه عامل ازاي. انا عندي هنا بقى التيب دوت عندي منه 3 نفس الشكل، الكبير والصغير والوسط. حطيت بقى ايه اللي هو اللي ورا منه على طول. بصوا جيت احط الاول بسكوت، رجعت قلت لا هغير. كل شويه اجي اعمل حاجه اقول لا مش هعمل كذا، هعمل حاجه لا مش هعمل كذا، بعمل حاجات وارجع اغيرها. دي قوالب الشوكولاته اللي هي الصغنونه اللي احنا صبيناها في المولد دوت اللي قدامكم. حطيت ما بين كل واحده وواحده او زي ما انتم شايفين كده. هي بصوا يعني هي عايزه يعني صبر، هي الاسبونش عامه عايز صبر، والتجليس عايز صبر، لان احنا في الصيف بصراحه، انا بصراحه ما اخبيش عليكم، انا ما بحب الشغل الصيف في الحلويات نهائي، بحب الشتاء. مع ان الشتاء بيكسحني وبيخش على الواحد بعيا وجع قلب، بس في الحلويات بيشتغل 10 على 10. المعجنات بقى يا حبايب قلبي روعه روعه روعه. الفطير تشتغلي بيه في الصيف، هتقولي ما احنا بنولع، ما هو عايز الولع، المعجنات كلها عايزه الولع. ولا الفطير يا خراشي على الفطير، ان شاء الله ابقى اعمله معاكم في مره. بصوا بقى انا حطيت سبرينكل كده صغنن من اللي هو اللي قلت لكم عليه اللي فيه مزازه الليمون ده. قعدت احط بقى فوق احط تحت، اعمل حاجات وما تعجبنيش وارجع اشيلها. طب ما انا افكر قبل ما احط اهو. بصوا حطيت واحده من دي وواحده من دي، هاجي في الاخر مش هلاقي واحده اهو، حاطه مكانها بسكوته وخلاص. عايزه اصب تاني، وبصراحه خلصت الشوكولاته وما فيهاش حيله اصب تاني في الجهنم ده، انا ما بصدق اخلص. اهو ناقص واحده، هعمل ايه، هحط لها بسكوته بس كده. الجيش بيقول لك يتصرف اهو. بصوا شايفين الجزء المكرش ده، وانا جيت في الاخر برضو كنت عايزه اربطها، بس قلت طب انا هربطها، ما هي هتعك الشوكولاته من الناحيه التانية. الكلام ده كانت اتربطت لو كلها مانجا، لكن دي ما ينفعش تتربط اهو. فسبتها بقى كده وخلاص. جيت في الاخر زقتها بايديا، كانت جميله، اتعدلت عن الاول كتير. والحد اللي تبعي يعني اللي راحت له كان مبسوط بيها والله، كان بيقول لي جميله جميله جميله. قلت لهم ده كانت مكرشه من جنبه وحصل، قالوا لي دي جميله مكرشه ايه، احنا مش عايزينها تعمل رجيم، احنا عايزينها مكرشه. المهم الطعم. قلت له بس برضو العين لازم يعني تبقى شايفه الحاجه. ده ورق بقى دهب. بصوا حطيته، وبعد ما حطيته ما يعني قلت لا احط سبرينكل احسن. فضلت بقى ايه اشيل منه واخسف بيه الارض كده وادخله جوه الشوكولاته اخبيه، اسيب منه فتفتين بس ظاهرين كده صغيرين. بعد ما حطيته قلت لا احط سبرينكل احسن اهو. بصوا شايفين الكرش ده، نقي بقى السبرينكل ده كله وابدا احطه على شكل قلب باللون بتاع المانجا، لون المانجا بالظبط. احب اطقم، انا احب الحاجه مطقمه اهي. بصوا اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزة اوعي تنسي اللايك يا قطه، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.